السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا: الأهلي يستهل مشوار لمحبوبته ال 13 برباعية في استاد أبيجان. كولر يعبر عن سعادته بالفوز على استاد أبيجان. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. الأهلي يضرب استاد أبيجان برباعية في أبطال إفريقيا. استهل الأهلي المصري مشوار مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على حساب ضيف استاد أبيجان الإيفواري بنتيجة 4-2 مساء اليوم الثلاثاء. تقدم الأهلي بهدف سجله محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 14، ثم أضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة 21، وأحرز حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 26. لكن الفريق الإيفواري سجل هدفا عن طريق كاسم كوني في الدقيقة 30، ونجح كهربا في تعزيز تقدم الأهلي بهدف رابع في الدقيقة 48، إلا أن الفريق الإيفواري أحرز هدفا ثانيا عن طريق روجير إسالي في الدقيقة 55. واعتنى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى، لينذر منافسيه ببداية جيدة وسط جماهيره في غياب الفلسطيني وسام أبو علي للإصابة، بجانب بقاء إمام عاشور على مقاعد البدلاء. بدأت المباراة بمحاولات أهلاوية مبكرة ومطالبة بضرب الجزاء بعد سقوط أكرم توفيق في منطقة الجزاء دون مخالفة من الحكم، وسنحت محاولة لصالح طاهر محمد طاهر الذي سدد فوق العارضة. وسجل كهربا هدف التقدم في الدقيقة 14 بعدما حول تمريرة عرضية من قفشة إلى المرمى الإيفواري ببراعة، ونجح قفشة في تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 21 بعد تسديدة سكنت الشباك الإيفواري ليعزز التفوق الأحمر خلال الشوط الأول. وأكمل حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر الثلاثية بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 26 بعد تمريرة من يحيى عطية الله إلى كهربا الذي أرسل تمرير الشحات وحولها داخل الشباك. وأحرز استاد أبيجان هدفا في الدقيقة 30 من عمر المباراة بعد ضربة رأس حولها كاسم كوني ببراعة في مرمى الشناوي، بينما أضاع كهربا فرصة سهلة للغاية بعد تمريرة عرضية من جانب عطية الله، لكنه سدد بجانب القائم بغرابة. وحاول استاد أبيجان بكرة عرضية عبر خطأ خارج حدود منطقة الجزاء، ولكن دفاع الأهلي أبعد الخطورة، لينتهي الشوط الأول بالتقدم الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد. وبدأ الشوط الثاني بهدف رابع سجله الأهلي عن طريق تمريرة عرضية متقنة أرسلها خالد عبد الفتاح وحولها محمود كهربا بضربة مقصية رائعة في مرمى استاد أبيجان في الدقيقة 48. وجه قفشة تسديدة قوية على العارضة، ونجح استاد أبيجان في تسجيل هدف ثاني من خطأ دفاعي فادح للأهلي عن طريق روجير إسالي في الدقيقة 55 من عمر المباراة. وضاعت فرصة من جانب الشحات ثم محاولة أبعدها دفاع استاد أبيجان قبل تدخل طاهر، وأنقذ الدفاع فرصة خطيرة لصالح الفريق الإيفواري بعد خطأ من خالد عبد الفتاح، بينما ضاعت محاولة قريبة عن طريق كهربا. وأشرك الأهلي الثلاثي بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم على حساب قفشة والشحات وكهربا، ورد الفريق الإيفواري بإشراك 3 لاعبين هم شوخ موكورو وعبدول كواندا ومانسو كواكو.
ضاعت كرة سريعة من جانب رضا سليم، بينما دفع الأهلي بالثنائي عمر الساعي وكريم الدبيس على حساب عطية الله وأكرم توفيق قبل النهاية، وهذا إيقاع المباراة لتنتهي بتفوق الأحمر 4-2. كولر سعيد بفوز الأهلي ضد استاد أبيجان، حيث قال كولر المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي: المباراة في أول 26 دقيقة كان الأداء جيد جدا وسجلنا 3 أهداف، ولكن مع مرور الوقت تراجع تركيز اللاعبين واستطاعوا تسجيل هدف، وهو ما جعل الخصم يعود في المباراة بشكل قوي ولعب كرة على قدر إمكاناته الفنية، وعلى فترات متباعدة من المباراة كان خصما جيدا. وأضاف المدرب السويسري: سعيد بالفوز والظفر بالنقاط ال3 وبالأداء الجدي من اللاعبين في اللقاء رغم بعض الصعوبات التي حدثت في بعض أوقات المباراة. حققنا هدفنا بالفوز، لا نخوض المباريات بمفردنا، ولكننا نواجه خصوما أقوياء ولديهم عناصر جيدة. وشدد المدير الفني للأهلي بالقول: أقول دائما للاعبين إن الواجب الدفاعي مطلوب من كل عناصر الفريق، ولكن في النهاية الأمر ليس سيئا، لأنه ليس من أهدافنا تحقيق أرقام قياسية، والأخطاء موجودة بالفعل وسنعمل على علاجها. وتحدث مدرب الأهلي عن إمكانية وصول فريقه إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بامتلاكه لمهاجمين فقط، حيث قال: بالنسبة للمهاجمين وسام أبو علي وكهربا، هل هما كافيين للوصول للنهائي؟ هما حاليا كافيين لقيادة الهجوم في الفترة الحالية ومساعدة الفريق، لأنه حاليا لا يوجد فترة تعاقدات، وأتمنى عودة وسام بشكل أسرع من الإصابة. وكهربا لم يكن يمتلك حساسية المباريات لأنه كان بعيد عن المشاركة، ولكنه استطاع أن يحرز هدفين، وهذا سيمنحه دفعة معنوية، وأتمنى أن يستمر في التألق. وأتم كولر: رضا سليم حزين لعدم المشاركة بانتظام. أقول لجميع لاعبي الفريق إن التدريبات هي المقياس الحقيقي لمشاهدة رغبة أي لاعب في المشاركة وتقديم أفضل ما لديه. رضا سليم شارك في اللقاء ودائما نكون سعيدين بتألقه. لا أستطيع أن أقدم وعودا لرضا أو لأي لاعب في الفريق لو لم يقدم المطلوب منه ويتدرب جيدا. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحساس عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.